طيب تمام. بصوا يا شباب انا عارف ان ديت مش الزاويه اللي انا المفروض اتعودت ان انا اعملها، ودي اضاءه جديده. خلي بالكم في في حاجه غريبه جدا هتحصل النهارده حد سيشن في التصوير والاضاءه، وانا لا افقه شيء اقسم بالله. الحاجات ديت انا بعملها كده حبيني، فان انا اقعد اشرح دي اكسبيرينس جديده، فانا هصورها كلها واحطها على يوتيوب وعلى الفيس. فاتمنى ما اجيبش العيد يعني، ولا في حد بيعرف يعمل اكتر من بص البتاع بيقع ازاي. البلستان نفسه مش مقتنع باللي بيحصل، فان شاء الله الموضوع ما يبقاش صعب وما اجيبش العيد بجد. Here we go again. مش شرط يكون معاك كاميرا كويسه، مش شرط يكون معاك معدات حلوه، مش شرط يكون معاك اضاءات غاليه، مش شرط تكون يعني حرفيا مش لازم اي حاجه. المهم تطلع بس الموبايل من جيبك وتبدا تصور. انت لما تبدا تصور في حاجات هتاخد بالك منها، بس اول حاجه لازم اقول لك عليها، ودي اللي انا بعملها حاليا، ان انا ببانك وانا بتكلم. ما ينفعش ان انت تتوتر وانت بتتكلم، لان اول ما تفتح الكاميرا لو اتوترت وفضلت ساكت دي اول حاجه غلط. يعني مثلا لو انت في لايف او في مكان، لو انت بتنزل مع الناس وتعمل لقاءات، لو انت قصاد الكاميرا جيت تتكلم وفضلت ساكت ما عرفتش تتكلم، بتهته شبه ما انا بعمل دلوقتي، ما تقلقش وكمل زي ما انت. مش هيحصل اي حاجه، مفيش حد هيجي يقول لك انت غلطت، مفيش حد ضدك، مفيش حد عارفك اصلا عشان يبقى ضدك. فكل حاجه انت بتعملها انت بتقيمها لنفسك. فانت النهارده هتشوف حاجات معينه انت عملتها، والفتره اللي جايه اكيد مش نفس الفيديو اللي انت هتعمله النهارده هتعمله بكره. بس انت هتشوف النهارده انت بدات تتكلم. يعني انا لما بدخل اشوف فيديوهاتي بتاعت زمان من 4 سنين، بقعد اضحك على نفسي بصراحه، لان انا كنت اول فيديو مثلا كنت مصوره مش عارف، مش هنقول الكاميرا، كنت بصوره من موبايل عادي، وكنت حاطط حرفيا موبايل في وشي كده، وقاعد في اضاءه الشمس. والله كان في جنب البلكونه وقاعد كده، وعشان خاطر الاضاءه تبقى كويسه، وحاطط مايك سماعه كده في بقي عشان الناس تسمعني. ده كان اول فيديو انا عملته، كان فيديو جيمنج للعبه. وبعد منها بفتره كان حد جاب لي المايك ده هديه بدل المايكات القديمه، عشان خاطر انا اخدت يعني دوامه كبيره قوي في المايكس. بس اهم حاجه نبدا بها دلوقتي وهي الاضاءه. انا بس عملت الحركه اللي هي ما اعرفش بانت ولا لا عشان النت، الحركه بتاعه الموبايل واللاب، عشان اقول لك ان الكاميرا مش مهمه، المهم هو الاضاءه. انت لما بتيجي تبدا كونتنت، اهم حاجه هي الاضاءه، سواء تبدا كونتنت او تصور في مكان، ان انت تنزل تصور في مؤتمر، او ان انت تصور في البيت في استوديو ليك انت عامله، او حتى على الاقل على مكتبك، او عند اي حد. المهم ان انت تبدا تصور. ان انت لما تيجي تبدا تصور اهم حاجه تهتم بيها وهي الاضاءه. اول حاجه دي اجدد حاجه انا اشتريتها بصراحه، لسه حتى ما صورتش فيديوهات لنفسي بيها. فانا عايز اقفلها. في عندي بقى اللي ورا ظهري دي اللي انا كنت بستخدمها، هي لمبه عاديه جدا، رحت للراجل وقلت له عليها. احنا بقى ناخد الموضوع من الاول وبالراحه. الاضاءات، ايه اهم اضاءات انت محتاجها؟ في 3 انواع اضاءه. اول نوع اضاءه، الكلام ده عامي جدا على فكره، اي حد بيقلب في ريلز كده هتلاقيه نفس الكلام، بس يعني انا ما بقوله عشان تبقى عارفه، وده الاساس اللي لازم تبني عليه. اول حاجه هي الاضاءه الاساسيه، اللي هي الاضاءه اللي عامله لغايه هنا كده، هي دي الاضاءه الاساسيه. سواء كانت معموله برينج لايت، انا مزود حاجه هنا كده، مزود شرايط ليد عشان تبقى اقوى شويه، عشان عندي 2 رينج لايت، يعني دي برضو لسه جايبها جديده. فدي اهم اضاءه موجوده. وبعد منها اللي بتديك برضو اهميه كبيره جدا هي الفيل لايت، اللي هي الاضاءه اللي هناك. انا لو فضلت معتمد على ديت بس، اللي هي المين لايت دي، انا بس عايز افصل الثانيه عشان تفهموا الفرق. لو انا قفلت دي كده الفرق بقى باين، صح؟ ان انت اول ما بتبدا تعتمد على دي على طول، سواء كانت من سوفت بوكس، من رينج لايت، من اضاءات ليد زي ما انا عامل، من اضاءه البيت لو اضاءه البيت كويسه، اول ما تيجي تشغل الفيل لايت الجزء الاسود اللي كان هنا دلوقتي او اللي كان مليان ظل، تبدا هي تنعمه شويه، بحيث ان هو ما يخليش وشك كله طالع مره واحده، ما تخليش جزء منور وجزء اسود. يعني الدنيا بتبقى محتاجه كده. وبعدين على فكره انا مش ظبطتها مره واحده، انا حطيتها ورحت فاتح الكاميرا، رحت قعدت العب في الاضاءه بتاعتها شويه. طب هي كده كويسه، هقللها كده، مش وحشه، هعليها لغايه ما بتظبطها انت، لغايه ما بتيجي معاك في ظبطها. هي اصلك هي مش بتحط تقول لك نقص ديت 4 درجات، زود ديت 5 درجات، اللي ورا ديت لازم تبقى مش عارف عامله ازاي.
كل ده ما ينفعش حد يجي يقول لك ده ستاندرد، انت بتفتح الكاميرا وتشوف. وعلى فكره في فيديوهات مثلا لو انت غير انا بصور جيمنج، انت مثلا بتصور قصه رعب مثلا، اكيد مش هتحتاج ان الاضاءات دي كلها تبقى منوره، على الاقل هتعوز مثلا اضاءه واحده. وما ينفعش تحط الاضاءه دي في وشك كده على طول دايركت، لو حطيتها في وشك دايركت كده اول حاجه هي هتحرق لك وشك من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعد كده من هنا هتعمل لك ظل وهتبقى وشك بارز لبره كده. آه، ايه تاني انا عايز لازم اقوله في الحته دي؟ احنا قلنا ان هم 3 اضاءات بس، عشان انا سرحت شويه وانا بتكلم مع دي ودي. الاضاءه الثالثه اللي هي في الباك جراوند، ايه الاضاءه الثالثه ديت اللي لازم تفصلك عن الحيطه. في ناس بيبقوا جايبين سوفت بوكس تاني وبيبقى موجه عليك من فوق كده، بيبقى موجه على ظهرك من هنا كده في الحته دي كده. بس انا طبعا ما عنديش مكان اعمل الكلام دوت، ومش هشتري سوفت بوكس ومش هشتري رينج لايت كمان. فانا جايب لمبه من عند اي كهربائي، هي بتبقى لمبه ليد حرفيا، بيبقى حاططها هو عشان خاطر ينورها لكم. يعني انا لو عملت كده بس مش عايز ابوظها، هي لمبه من جوه وانا لافف عليها ورق ورق شفاف، ورق زبده مثلا، ده ورق زبده يعتبر، ورحت لفه عليها عشان تبقى الاضاءه ناعمه شويه، ورحت استخدمتها. فبحطها ورا ظهري واعمل كده. بس هي دلوقتي فصلتني عن الخلفيه. ليه؟ لان انا الخلفيه ورا ظهري على طول، انا خابط في الحيطه كده، لان انا مكتبي لازق في الحيطه. لو انت بتصور في اوضه والدنيا واسعه معاك، هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندك براح، ديت هتساعدك جامد جدا. يعني لازم يبقى فيه ايه؟ عمق في الصوره يعني عشان يبان البتاع ده. يا محمد انت بتعتمد على 3 اضاءتين في وشك وده ورا ظهرك، يبقى عندك المين والفيل والباك جراوند. لا، تستبدل الشمس تستبدل الاضاءه بالشمس. هتحاول ان انت تبعد عن الساعه 12 وتبعد عن الظهر، تصور الصبح بدري جدا الشمس وهي بتشرق، دي كويسه، وقتها كويس. تصور بالليل بعد العصر، بعد العصر ده برضو كويس جدا، لان الاضاءه بتكون نزلت شويه واتكسرت. فده بالنسبه للتصوير في الشارع. لو انت بتصور في البيت ومش عايز تجيب الاضاءات، ما معكش فلوس، عايز تبدا بالموبايل تصور كونتنت على طول، اهم حاجه ان انت لما تروح تقف جنب الشباك ما تخليش اضاءه الشمس نازله على وشك دايركت، تحاول تقف بزاويه 45. ليه؟ عشان تديك نفس الايفكت ده. شارع معا يعني في الارت سبيس برضو كمان عادي يعني مش. واهم حاجه اهم حاجه انت لو بتصور بكاميرا تليفون ارضي، انت لو بص بتصور بكاميرا اللاب، لو انت ماسك اللاب كده في الشارع بتصور بيه، اهم حاجه هو الصوت، اهم حاجه. عشان كده بقول لك انا استثمرت في المايك، لان اهم حاجه في الصوت. انا كمشاهد هسامحك لو انت الجوده بتاعتك وحشه، لو انت اسلوبك لسه مش احسن حاجه وفي الاول هسامحك برضه، هقول ده لسه في الاول. لو الاضاءات سيئه، لو انت مش عارف توزع اضاءات هسامحك، لكن لو انت صوتك وحش وفي نويز وسامع صوت المروحه، بجد دي الحاجه الوحيده اللي انا عمري ما هسامحك عليها. انا كمشاهد بكره ده، واي حد بيعمل كونتنت فاهم الكلام ده، ان اهم حاجه الصوت. انا ممكن اقفل وشي اعمل كده وانتوا هتفضلوا فاهمين ان انا بقوله. اهم حاجه الصوت، انا صوت وحش بس يعني المايك حلو. اهم حاجه الصوت. في ناس بتعمل الكونتنت بتاعها ثواني بس المفروض الاضاءه تكون ظبطت. ايه ده؟ ماشي، تمام. اهم حاجه المايك. فانا هقول لك حاجه مهمه، اهم حاجه تبقى فاهم المايكات عموما. انا معايا مايكين، معايا مايك المايك الصغير ده اللي غالبا انتوا هتستخدموه في التصوير في الشارع، صح يا محمد؟ شايفينه؟ لو ما اعرفش الكاميرا جايباه او النت سيء، بس هو ده المايك الصغير. ده نوع مايك، وفي المايك زي المايك الكبير ده. الفرق مش في الحجم، الفرق في نوعيه المايك نفسه، في ازاي المايك بيقدر ان هو يلم الصوت. لو جينا بصينا كده للمايك الصغير وفكنا الوش بتاعه، هتلاقي ان المايك من هنا شكله عامل شبه طبلة الودن اكتر. طبلة الودن اكتر ليه؟ لان المايك ده نوع كونسيدر، تقريبا بنطقها صح ان شاء الله. ليه المايك ده بيبقى ايه
ايه فايدته وايه عيوبه؟ ايه فايدته؟ ان هو بيلقط كل الاصوات. وده بالظبط اللي الناس اللي عندها ساكنه على الشارع بيصوروا في مكان فيه زحمه ما بيحبوهوش، وبالذات المراسلين بتوع النشره ما بيحبوش ده، بيحبوا النوع ده. ليه؟ لان دوت بيبقى محتاج مكان مجهز اكتر. لو انت معكش فلوس، لان المايكات دي بتبقى دايما ارخص، ما معكش فلوس وعايز تشتري ده وتبدا بيه في البيت، اول حاجه تختار مكان هادي. لو انت الكونتنت بتاعك من غير وش، ما تطلعش بوشك، بتحب تطلع تتكلم، تحكي قصه، تقول شعر، بتشرح حاجه، اهم حاجه تسجل الصوت من في مكان هادي. يعني في خدعه ناس بيعملوها، وانا اعرف ناس من صحابنا عملها، ومحمد ممكن يبقى عارف هو مين. كان بيسجل الفويس اوفر بتاعه من جوه الدولاب. بالتالي كمان في فنانين من الناس الرابرز زمان لما كانوا بيبداوا كانوا بيعملوا نفس الحاجه. كان بيبقى جايب دولاب وبيملاه هدوم او مخدات، بدل ما يجيب فوم ويدفع فيه فلوس على الفاضي وهو لسه بيبدا. هو طبعا كمغني دفع كل فلوسه في عده الصوت، فبالتالي هو مش لاقي المكان الكويس اللي يقدر ان هو يصور فيه، يسجل فيه الصوت، بحيث ان المايك بتاعه يلقط كل طبقات الصوت بتاعته او كل الويفز بتاعته. فكان بيروح يصور في دولاب. ليه الدولاب؟ ليه بيختاروا الدولاب؟ لان هو عازل للصوت، ما بيترددش فيه الصوت قوي. فده شيء كويس جدا، ويقدر ان هو ياخد كل الويفز من غير ما يخسرها وهو بيعمل ازاله ضوضاء. تمام. فده الشيء المهم. لو انت مش عايز تصور في دولاب وانت بتصور بوشك، تحاول تشوف مكان فيه سجاد كتير. السرير بتاعك اهم حاجه يعني تكون قريب من حاجات فيها ايه، تقدر تمتص الصدى الصوت. يعني انا مثلا جنب مني الستاره مثلا، برضو عشان خاطر صدى الصوت. ده النوع الاولاني من المايكات اللي هي ايه، الكونسيدر، اللي هي الارخص، اللي بتتباع في اي حته حرفيا، اي حد بيبدا بيها في حياته. وبرضو بقى في حلول بالاي اي دلوقتي. الحل بتاعك بالاي اي ان انت تدخل على برنامج على جوجل عادي، ادوبي بودكاست، بترفع له ترفع له الفايل بتاعك، وبتحدد انت محتاج ايه بالظبط، وهو بينزله لك تاني، وشايل منه صوت الهواء، وشايل منه صوت الدوشه، وشايل منه كل حاجه حرفيا. ندخل لل اه ندخل بقى للمايك النوع التاني. النوع التاني ده المايكات ديت، يعني احنا لو افترضنا ان المايك الكونسيدر الصغير ده او اي نوع من المايكات تاني، هنفترض ان هو بيلم صوت من جزئيه مثلا قد كده، مثلا هنفترض ان هي شبه الكوره. هو بقى بتبقى الكوره بتاعته كبيره كبيره قوي، لدرجه ان هي جايبه مثلا الاوضه والاوضه اللي جنب منها والشارع لو انت ساكن في الدور ال 12. هو بيبقى شكله عباره عن كده. لكن المايك اللي بيبقى اسمه دايناميك، المايك ده او المايكات الشوت جن بيبقوا نفس الفكره. المايك الدايناميك ده الفكره بتاعته ان هو نفس الكوره، بس بتبقى الكوره مسحوبه شويه لقدام وموجهه في الجزئيه دي. فهو انا لما حاجه هتكلم من الجنب كده، الصوت بتاعي المفروض بيروح. معرفش بقى جوجل هيعلي صوتي ولا لا، بس هو فاهمين الفكره ان هو ما بياخدش الاصوات من الاجزاء الجانبيه. ولما بياخد الصوت من هنا، في البكره دي بكره الجين اللي هو حجم الكوره بيبقى عامل ازاي. فانا لما هقللها، حجم الكرة يبدا يصغر 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 يصغر. لو انا قاعد في اوضه ده، بص هو بدا يقطع صوتي اصلا. لو انا قاعد في اوضه دوشه، المعلم ده حرفيا لو مثلا في حد واقف ورا منه كده على طول دايركت في ظهره كده، وانا قللت الجين واتكلمت انا، اللي ورا ظهره مش هيتلقط صوته. دي ايه، دي شغلانته. شبه المايكات اللي موجوده في المساجد، نفس الفكره، بتعمل نفس الفكره، بس هم بيبقى عندهم بقى عده صوت اكبر، فبيقدروا يتحكموا اكتر في الصوت. فاهم حاجه لما تيجي تصور، سواء صورت مع مشهور، صورت في البيت عندك، صورت شورت، صورت ريل، صورت مؤتمر، صورت فيديو جيمنج، صورت قصه، صورت اي حاجه في حياتك، اهم حاجه الصوت بتاعها يبقى طالع كويس. مش اهم حاجه ان الصوره تبقى طالعه كويس. حد عنده سؤال في نقطه الصوت او الاضاءه؟ حد عايز يسال على حاجه في الكاميرا نفسها غير محمد رامي؟ لا خلاص. بس اهم حاجه وانت بتصور في المؤتمرز بقى، في المؤتمرات، لان انتوا غالبا هتنزلوا في المؤتمرات، صح؟ لما تنزل المؤتمر،
لو انتوا ان شاء الله يعني التيم كبر شويه وقدرتوا تجيبوا مايك وايرلس هيبقى احسن مليون مره. حاول لما تيجي تنزل تصور في مؤتمر تنزل في المكان الاول، يعني انتوا رايحين المسرح قريب صح؟ انزلوا المسرح الاول قبل ما الناس ما تيجي، وتحاولوا لو تقدروا تكلموا التنظيم تشوفوا الاضاءات عامله ازاي عشان تختار المكان اللي انت هتنزل. واو. آه انا اقصد ان هم يشغلوا الاضاءه بتاعه المسرح كلها، بحيث ان انتوا تشوفوا الاضاءه هتبقى عامله ازاي. تقدر تظبط الكاميرا بتاعتك على المسرح. يعني انت تمسك كده الكاميرا، هنفترض ان التابلت ده الكاميرا، ودي اسوأ حاجه في الحياه يعني، بس يعني هنفترض ان دي الكاميرا. فانا الاضاءه عندي عاليه شويه مثلا، انت واقف دلوقتي، مش هقول لك ادخل في حاجات بروفيشنال، ادخل في موديل برو ولازم تظبط الايزو وتظبط الشاتر وتظبط. مش محتاج انت مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي خالص. بجد مش هتفيدك بنص جنيه. اهم حاجه ايديك تبقى ثابته، لو انت تقدر تجيب ستاند جيبه. اهم حاجه انت اول ما تدخل لقيت الاضاءه عاليه دوس عليها وقللها، بس حرفيا ما تعملش اي حاجه تانية. لو هو مثلا شخصيه بتتكلم هتدوس دوسه وتطول عليها هيعمل لوك، قلل الاضاءه بس لو الاضاءه عاليه. لو الاضاءه قليله دوس نفس الحاجه وعلي الاضاءه شويه، هتلاقي الدنيا نورت معاك حبه. بس انت مش محتاج حاجه تانية. كل حاجه بتعتمد على عينيك انت، كل حاجه بيعتمد على وجهه نظرك انت للاشياء. محدش هيجي يقول لك اللي انت، لو حد جه قال لك اللي انت بتعمله ده غلط، لو جه قال لك الصوره دي وحشه، لو جه قال لك انت ما بتعرفش تصور، قول له مالكش دعوه. محدش ليه عندك حاجه ومحدش بيواجهك، ومحدش هيقدر يقول لك اي حاجه يعني. اهم حاجه برضو انت بتصور مؤتمر تبقى فاهم انت المفروض تغطي ايه. المؤتمر ده مثلا انا كنت نزلت من فتره صورت مؤتمر نيكست جين انجينيرز، نزلت فيه كلمت رئيس المؤتمر قلت له انت محتاج مين يتصور؟ قال لي في الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني والدكتور الفلاني، وعايزك تصور الناس وبس. ما قاليش حاجه تانية. انا رحت يوميها الصبح شفت الاضاءات تبقى عامله ازاي، وشفت مكان السماعات فين، عشان انا بصور بموبايل معيش مايك انا كمان وايرلس، فانا مش هفضل كل شويه ادي لحد وهو طالع المايك اللي بسلك ده. فانا رحت وقفت في حته الاضاءه فيها كويسه، قريب من السماعه، عشان لما حد يطلع يتكلم اعرف القط صوته. ووقفت كده، رحت ماسك الموبايل. انت عايز مين؟ انا قال لي صورني اهم حاجه، صور جملتي كامله. طب خلاص كده المفروض تبقى عامل مذكره صغننه كده تروح كاتب فيها انت محتاج تصور رئيس المؤتمر، محتاج اصور الدكتور الفلاني وهو بيتكلم لغايه الجمله الفلانيه. لو انت تقدر تشوف السكريبت كمان شوفه. معاك تصور فلان وفلان وفلان. خلاص تم تصور كل دول. انت صورت كل دول وانت ما بتصور اكيد مش هتعرف تصور الجمله كلها. يعني مثلا طلع الدكتور الفلاني ده اتكلم تلت ساعه، مستحيل تقف تصور التلت ساعه، الا بقى لو هو دافع لك فلوس قال لك صور الجمله بتاعتي كلها. فانت ساعتها تفضل واقف كده مستنيه وحاطط عليه الفوكس، ولما يتحرك تتحرك معاه. لكن غير كده انت مش محتاج حاجه تانية تعملها. ايه برضو اللي انا كنت عايز اقوله؟ في نوعين لقطات. معرفش دي بقى شغلانتنا احنا ولا لا، بس في نوعين لقطات: الاي رول والبي رول. الاي رول ان انت تصور الشخصيه نفسها، يعني تصور رئيس المؤتمر، تصور المتحدث. البي رول ان انت تصور الناس، الحاجات اللي انت تقدر تعمل بيها ترانزيشنز. يعني انت دلوقتي بتصور الرئيس المؤتمر من موبايلك، خلص هو كلمته او مثلا خلص الجمله المهمه في كلامه، فانت صورتها خلاص. اصلك انت مش هتفضل قاعد باقي السبيتش ساكت، هتروح تبدا تنزل كده تبص على الناس. الناس دولت قاعدين بيتكلموا، تروح واخد لهم صوره. الناس هنا مثلا بتسقف، تروح واخد لهم صوره. المشروع الفلاني ده معروض، تروح واخد له صوره. ترجع تاني خلاص الراجل ده خلص، تخش على الراجل اللي بعده، وهكذا. تفضل تعمل لنفسك لقطات اي رول اللي هم الناس، وتعمل لنفسك لقطات بي رول اللي هم البشر، او بقيه الحشو، مش شرط يكونوا بشر. الحشو بتاع الفيديو اللي هو خلاص الراجل ده وهو بيتكلم ممكن تخلي كلامه شغال في الباك جراوند، وانت بعد كده تبدا تحط مثلا الصور ديت او الفيديوهات اللي انت صورتها ديت. واليوم ده بيبقى متعب جدا، فانت تبقى عامل حسابك وشارب قهوتك وفاطر كويس قبل ما تنزل تصور اي مؤتمر، عشان الموضوع بيبقى متعب جدا. ولو هو مؤتمر رسمي قوي تبقى لابس كويس، عشان انت بتمثل اللجنه اللي انت رايح في منها، اللجنه اللي انت نازل تعملها. يعني لو حد سالك تقول له انا منين، فهو انت بتمثل الناس دول يعني. تمام. حد عنده سؤال في اي حاجه؟ اي حاجه، اي حاجه، اي حد يخش يقول اي حاجه عامه شباب.
انا متوتر جدا. انا خلصت بس لسه متوتر، باين عليا ان انا متوتر جدا، مش عارف يا جدعان. المهم ان انا خلصت. طبعا التصوير من عندي فصل، فهتشوفوني من الفيس كام اللي حد مصوره، فهتبقى بصوا جوده فله 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 احي. ف هينزل لكم هينزل لكم زي ما يا عم اثبت بالله عليك بقى، بدل ما انت عندك كده. ماشي يا شباب، فان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله تكون كويسه، ان شاء الله تكون كويسه. انا خايف انا. ما اعرفش، ومفيش حد بيرد عليا، مش حد بيرد عليا. المهم ان شاء الله خير، ممكن نعتبر ده فيديو وما اضطرش ان انا اصور تاني. يا عم اثبت، ابوس دماغ امك بقى، اثبت بقى، اثبت بقى. هنزل عشان اروح اخد الهبل اللي انا عملته ده من عند صاحبي اللي صورها لي. مش عارف بنقول ايه في الحاجات زي دي. يا سلامات يا شباب.